السلام عليكم، ازيكم يا اصدقائي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده دي جولة عشاق الفخامة. زي ما بيقولوا كده عشاق الفخامة عند ابو ادم الغول. عشاق الفخامة يجمعوا هنا. طبعا زي ما انتم شايفين السعر كان 75 جنيه. السعر كان 75 جنيه زي ما انتم شايفين كده بالظبط. كل حاجة، يعني اللي بيميز ابو ادم الغول ان عندهم بيكون السعر موحد على كل حاجة. شايفين عندهم دريسات اوفر سايز وبيج سايز زي ما انتوا عايزين. كل حاجة هتلاقوها عند الناس دول، كل حاجة، كل ما تتخيلوه. بصوا الدريس جميل 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 وواسع وحلو جدا، واللي هو ليه كمام واسعة كده. يعني على فكرة ينفع جدا جدا عباية استقبال. فاهميني؟ ده ينفع عباية استقبال لان الكم بتاعه نازل على واسع كده. يعني يمشي جدا جدا الاتنين. تمام. ابو ادم الغول بالنسبة للمتابعين اللي لسه داخلين القناة جديد، أبو آدم الغول يعتبر تاني شارع بعد شركة الكهرباء. طب فين شركة الكهرباء دي يا شيرين؟ في شارع 26 يوليو. أقرب محطة مترو بتكون محطة مترو جمال عبد الناصر أو ماسبيرو. هو في النص، هو في النص. تمام كده. أبو آدم الغول بقى بيتميز جدا جدا أولا بالسعر الموحد. أولا بالسعر الموحد. تمام. اللي بيميزه ان هو بيبقى كاتب سعر موحد على كل حاجة. طبعا وانا قلت لكم الكلام ده كذا مرة، بس برضو بحب اعيده في كل فيديو علشان تبقوا عارفين ايه الفرق وليه انا ماسكة في المحل ده كل اسبوع. ممكن اعمل لازم فيه جولة. ليه لازم كل اسبوع اعمل فيه جولة؟ يعني هقول لكم على حاجة. مثلا بروح مول ممشى مصر مثلا. يعني ما تزعلوش من كلامي، انا ليا ان انا اقارن واديكم المقارنات واديكم كل الصراحة بكل ما فيها. يعني لازم اديكوا كل حاجة بكل صدق. فاهمين قصدي؟ لما بروح مثلا مول ممشى مصر ممكن قوي قوي الاقي الشغل ده ب120 جنيه. شغل ابو ادم الغول ده اللي هو الوقت كاتب عليه 75، ممكن جدا الاقيه في مول ممشى مصر ب120 وب100. انتوا فهمتوا قصدي؟ يعني انا عايزه اوصل لكم اني انا اللي بشوف، انا اللي في الوكاله على طول، رجلي على طول في الوكاله. فعايزه اقول لكم وما تزعلوش مني، انا كده كده بعمل في مول ممشى مصر وبحبهم جدا. بصوا مثلا القطعه دي كانت بالتيكت وحرفيا تحفه تحفه تحفه. بصوا الشيك، الشياكه، بصوا شيك جدا. ليها حزام كده من قدام، ليها نظام كده من قدام. فاهميني؟ انا طبعا عشان ايد ماسكه الموبايل وايد بتصور وايد بتمسك الحاجه يعني. عارفين لو ليا ايد تالتة كنت فردت لكم الحاجه كويس وعرفت ابينها لكم. بصوا الشياكه، شايفين؟ شيك قوي. بصوا. فعشان كده بقول لكم الشغل ده انا بشوفه في مول ممشى مصر بيعدي ال100 جنيه. فبرضو مش عايزه حد يزعل من الكلام يقولوا ما تسميش. لا، انا بقول لكم ليه؟ علشان تبقوا عارفين ان انتوا هتمشوا كتير جدا لغايه هناك وهتلاقوا السعر الحاجات هي دي. انا بديكوا الصح. يعني مثلا في ناس هتبدأ لسه شغل، يعني في متابعة عزيزة جدا عليا قالت لي انا من المنيا وهبدأ شغل بالة، ترشحي لي مين عنده شغل بالتيكت وكده. قلت لها هرد عليكي في اللايف بتاع يوم الحد. تمام. بالمناسبة انا بشكر كل اللي دخل على اللايف امبارح وعلق تعليق حلو، بس هو الدنيا كانت بايظة. يعني ده اول لايف اعمله، فطبعا عرفت حاجات كتير. المره الجايه ان شاء الله هتبقى الدنيا اسهل وتنوروني بقى. وعايزه تفاعل اكتر لان امبارح كان التفاعل قليل شويه. تمام. اللايف لازم يكون فيه تفاعل اكبر عشان ينجح. فيوم الحد باذن الله بعد العشاء، متابعه اقترحت عليا قالت لي قولي بعد العشاء، بعد صلاه العشاء. يطلع بقى الساعه 9، يطلع 8 ونص. بصوا الشياكه والحلاوه، مفيش بعد كده والله، ما في بعد كده. شميز بنص كم تحفه يا بنات، تحفه. فعايزه اقول لكم ان شاء الله يوم الاحد هنتقابل باذن الله. كل مره جمهورنا هيكتر وهيكبر وهيبقى في تفاعل اكتر عشان اقدر اقول لكم كل حاجه صوت وصوره. المتابعة اللي طلبت مني شغل بالتيكت، طبعا انا مش بقولك كده عشان تستني اليوم الحد، لا. انا عايزة ادور لك اكتر عشان يبقى في سعة اكتر ان انا اقولك في ده وفي ده وفي ده. فهمتي قصدي؟ لكن انا والله يعني انا معرفش حد بالتيكت محل غير ابو غالية. بس ابو غالية غالي سيكا الا اخر اليوم، اخر ايام الاسبوع. بصوا شايفين الدرس ده؟ ينفع الاتنين، ينفع درس وينفع عباية استقبال كده في البيت في منتهى الشياكة زي ما انتوا شايفين. بصوا الدريسات بتاعتهم قمر.
والله قمر. تمام. عامل سعر كام؟ ابو ادم الغول كان عامل 75 جنيه. فعايزه اقول لكم الاسعار عندهم مميزه جدا 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 عن بره، عن باقي شارع 26 يوليو يعني كده بالمختصر. فبالله عليكم محدش يزعل مني، انا والله ما بقطع رزق حد ولا اي حاجه، بس انا شغلي اوصل لكم الصوره المظبوطه، اوصل لكم كل حاجه بعيني انا كعين شيرين، اللي انا شايفه، اللي انا شايفاه ان الشغل في ناس عندهم شغل باسعار اوفر رخمه، صدقوني اوفر رخمه. فلا احنا نقدر نوفر. يعني المتابعه اللي طلبت مني شغل بالتيكت، كنت هقولك طب ما بلاها بالتيكت، لاني مش هتلاقي بالتيكت كتير غير باسعار عاليه شويه. تمام. وتفرجي على الشغل اللي عند ابو ادم الغول، هديكي ميعاد اليوم اللي هينزلوا فيه الشغل الجديد، تنزلي له جري. بس اليوم ده بيبقى السعر عنده 100 جنيه، لان بيبقى لسه الشغل مفتوح طازه. شايفين الدرس؟ عايز حزام من النص ويبقى حدوته. بصوا الشياكه يعني حضرتك لما تجيبي من ده ب75 جنيه. تمام. اللي عايزه تشتغل، اللي عايزه تشتغل وتفتح باب رزق. بصي الشياكه، ببين لك ان هو ليه بطانه. بصي لازم ابين لك كل التفاصيل بالعين كانك انت اللي واقفه بالظبط. بصي شايفه الدرسات وجمالها؟ لما حضرتك تشتري كام قطعه كده من دول تبدأي بيها كده شغلك، تبدأي كده وتقولي يا رب، والله العظيم ربنا هيفتحها عليكي جدا. شوفي انت بقى، انت ورزقك، شوفي هتحطي كام على القطعه دي. وعلى فكرة أنا شفت عندهم كذا قطعة كده بالتيكت، يعني برضو عندهم شغل بالتيكت. تمام. ده احنا كده كل ده بره، استنوا بس عليا لما ندخل جوه. يعني لا ده جوه حاجة تانية. بصوا بقى الاستندة دي شفت عليها كام بلوزة. بصوا H&M، دي أول حاجة قابلناها. بصوا شفت بلوزة هنا دلوقتي هتشوفوها جميلة جمال ملهاش أي 3 مثال. بصوا بصوا البلوزة دي عجبتني قوي، وماركة وشيك وحلوة واوفر سايز وبيج سايز وكل حاجة. بصوا الشياكة. وعلى فكرة انا قلت لهم على فكرة حلوة يعملوها، ان هم يحطوا الاسعار، يحطوا البيج سايز كله في استندات لوحده، سواء درسات او بلوزات. يعني البلوزات البيج سايز يحطوها على استندات تبقى موحدة كده لوحدها. تمام، منفصلة يعني. والدرسات البيج سايز يحطوها في استندات منفصلة. ليه بقى؟ حضرتك رايحة عارفة وزنك، حضرتك رايحة عارفة وزنك، عارفة انت تلبسي مقاس كام. من اول 2 اكس لغاية البيج سايز هيبقوا كلهم على استندات موحدة. ليه بقى؟ عشان حضرتك ما تضيعيش وقتك كتير وتبقي بتدوري في المحل كله من اوله لاخره. لا احنا هنسهل عليكي. انا يعني والله قلت لهم حاولوا يعملوا الموضوع ده. احنا بقى هنسهل عليكي وهنخليكي تدوري مثلا في 4 استندات بس. انا خلاص كده عارفة ان انا مهما اتعب انا قدامي 4 استندات بس، لو ما لقيتش فيهم حاجة خلاص كده مش هينفعني حاجة من الاستندات التانية. ليه؟ لان الاستندات التانية من اول سمول ميديوم اكس لارج دي اكبر حاجة. فعايزة اقول لكم الفكرة دي انا بجد هتبسط قوي لو عملوها. وهو قال لي ابو جبل ده، ابو جبل اللي واقف ده، هو قال لي حاضر يا استاذة هنحاول نعملها، لان فعلا فكرة حلوة، فعلا فكرة حلوة. لاني كل ما كنت اروح الاقي ناس كتير جوه، ساعات ما ببقاش عارفة ادخل اصور. بصوا ده ستان بس من جوه قطن، من جوه قطن. بصوا حاجة شياكة. بصوا من جوه اهي الطبقه اللي جوه قطن، يعني حاجه كويسه. مش هتبقي مربوطه ان انت تلبسي تحتيها بادي عشان الحر. لا هو جواه قطن وكارينا ناعم جميل جدا. بصي الشياكه، بصي الشياكه والحلاوه. بصي حاجه حلاوه على بقلاوه فعلا، ما تتكلميش بقى. بصي ما تقوليش لعدوك يعني على الحاجه دي. بصي اشتريت من عندهم انا بقى البلوزه اللي كنت لابساها امبارح في اللايف. البلوزه دي انا اشتريتها منهم امبارح. تمام.
ب75 جنيه. والله كانت في منتهى الشياكة وانا فرحانة بيها قوي. جيت جري طبعا عقمتها غسلتها بسرعة وحطيتها على الدراير في الغسالة، وكمان رحت بقى مسكتها كويتها. بصوا شفتوا الحلاوة دي، رحت كويتها. المكوى على فكرة نص التعقيم في المكوى، عشان تبقوا عارفين، نص التعقيم في المكوى. بس عايزة اقول لكم ان لبس شغلهم حلو جدا جدا فوق ما انتم متخيلين. شغلهم هايل بجد، حرفيا شغلهم هايل. بصوا معظمه شغل زارة. بصوا هو بيطلع وانا كمان بطلع. بصوا شفتوا الشياكة دي، بصوا من تحت ليها كرانيش. بصوا شفتوا دي كمان اللي انا ماسكاها قد ايه جميلة. النهاردة كمان الخميس الشغل ده ب75 لغاية النهاردة. مش عارفة بقى بكرة الجمعة هيبقى كام، علشان انا مش عارفة يعني. بصوا بقى اللي يفصل في الموضوع ده ايه شيرين، ولا نعرف ازاي ان حضرتك تكلميه مكالمة. تمام، تكلميه مكالمة. لو سمحت احنا شفنا فيديو السعر كان 75، هل لسه موجود السعر ده ولا زاد ولا قل؟ على فكرة عشان ممكن يكون قل كمان. تمام، بس انا لازم اديكي الصورة كلها علشان لما تروحي وتتفاجئي باي سعر سواء فوق او تحت ما تقوليش دي كدابة. فهماني يعني؟ عشان بس ايه، والله العظيم انا مش قصدي اطالة ولا حاجة، بس حرفيا المصداقية اهم شيء. اهم شيء المصداقية على فكرة في كل حاجة في حياتنا. هتلاقي ربنا بيبارك لك بصي من اوسع ابوابه. لكن الكذب ما بحبش الكذب. انا لازم اديكي الصورة الصح، لازم اوصل لك كل الصور اللي انا شفتها. يعني انت تبقي رايحة تمام، خلاص خدتي فكرة بعين شيرين ان انت رايحة كأن دي عينك انت. خلاص كده انا وصلت لك كل الفكرة، وصلت لك كل معلومة عن الناس دول علشان تبقي رايحة. صدقوني انا يوم ما رحت صورت الكوليكشن اللي كان ب100 جنيه، اللي هو كان اول الشغل الجديد ما نزل، مش قادرة اقول لكم المحلات كانت المحل عندهم كان متروس ناس بجد. بسم الله ما شاء الله. هما تقريبا بيبقى الناس عارفة مواعيد الشغل الجديد، وكان حرفيا ناس كتير بقى قاعدة. في حد عمال ينقلها، يعني 2 مثلا مع بعض، واحدة قاعدة وواحدة عمالة تنقي وتحط في حجرها. فاهمين؟ عارفين النظام ده؟ واحدة قاعدة والتانية عمالة تنقي وتحط في حجرها. ليه؟ علشان طبعا بيلحقوا الشغل قبل ما يتنقض. فبجد الشغل بتاعهم والله يستاهل يا بنات. الاسعار اللي بيكتبوها حقيقي مش مجامله ولا اي حاجه، وربنا شاهد عليا ان انا ولا باخد حاجه ولا اي حاجه من دي خالص. يعلم ربنا اللي انا بقوله. بصوا شايفين البلوزه القمر دي؟ بصوا انا بعد ما بصور كل مره او قبل ما بصور كل مره عندهم لازم 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 اقعد اتفرج بقى. جه بقى وقت ايه؟ وقت الفرجة. فاهميني؟ طبعا لان انا كمان من حق اتفرج ومن حق اتبسط ومن حق اشتري. فحقيقي انا المكان ده بحبه قوي 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 كمان. بصوا اللي غاوي بلوزات سودا، استاذة فردوس وفيات، تروح عند ابو ادم الغول ده، عنده كمية لبس اسود كتير قوي برضو. وانا برضو نفسي جدا اقترح عليه يحط اللون الاسود ده كله على ستاند، وكذلك اللون الابيض. صدقوني ده بيدي رونق للمكان حلو قوي. بصوا شايفين الحلاوه والشياكه؟ يعني الموضوع اللي انا بقوله ده هيدي رونق جامد جدا للمكان عندهم. لما انت تبقي داخله كده وشايفه ستاند كده مليان شميزات ابيض، بلوزات ابيض، وستاند تاني مليان اسود شميزات بلوزات كده، يعني فاهميني؟ ده هيفرق كتير جدا. حتى لو بوليريهات ابيض او اسود يبقى ليهم ستاندات كده، اللون الاسود هنا، اللون الابيض هنا، البيج سايز هنا، الاوفر سايز هنا، المقاسات الصغيره هنا. هيفرق كتير جدا. وبصي مش هيضيع وقتك، وكمان عندهم هم هيخف الزحام، لاني بقول لكم عندهم المكان بيبقى مزدحم جدا.
طيب نرجع بقى لموضوعنا. ابو ادم فين يا شيرين؟ قوليلنا. ابو ادم بعد شركة الكهرباء، سيبي اول شارع بعد شركة الكهرباء هو تاني شارع على ناصية الشارع، محل اسمه بوابة الوكالة. ابو ادم جنبه، ابو ادم جنبه، جنب محل بوابة الوكالة ده في محل كوتشيهات اوريجينال وحاجات كده. هو جنب محل الكوتشيهات ده، هو جنب محل الكوتشيهات ده، هتلاقوه معروف جدا هناك. روحي بس انت عند محل بوابة الوكالة كده هتلاقيه ابو ادم جنب محل الكوتشيهات. وعلى فكرة هتلاقيه مميز بان سعر موحد، حاطط اسعار على كل حاجة. الاستندات عنده لغاية بره، حرفيا لغاية بره الشارع. من جمالها وحلاوتها هتلاقي ناس في كل حتة كده عمالين ينقوا، فاهمني؟ فهو اتعرف خلاص، هو اتعرف. فطبعا ادام اتعرف، وخصوصا ان حاجته مميزة، يعني بيفرق كتير من ان انا اعمل بروباجندا لحد حاجته ما فيهاش اي ميزة. هو غالي زيه زي بره، طب هيشتهر ليه؟ لكن انا كيوتيوبر او قناة لازم اعرض لك كل حاجه في الوكاله، الغالي والرخيص والرديء. لا ما بصورش رديء بصراحه، في حاجات كتير رديئه بتقابلني حتى وسعرها 10 جنيه و15 جنيه، لا حرام اصورها لك. لكن لو قلبت في الاستاند وحسيت اني ممكن تطلعي منهم حته كده بصور. لكن انا مش بصور رديء يعني بصراحه. لكن ممكن اصور غالي قوي، ممكن اصور نص نص، ممكن اصور رخيص، ممكن اصور متوسط. يعني عايزه اقولك ان انا لازم اوصل لك كل حاجه في الوكاله بنفس الصوره اللي انا شايفاها. بصوا الدريسات، قلت له وريني كام دريس كده لحسن ده انا ايديا وجعتني. الفيديو فوق التلت ساعه وانا تعبت جدا. يعني عايزه اقول لكم ان الفيديو ده كان نص ساعه. طبعا انا ممنتجه منه كتير. ايه المونتاج ده؟ ان انا بقص المقاطع اللي هي ايه، اللي هي انا واقفه شويه، واقفين مثلا بنتكلم بيقول لي بص دي كذا، بروح قصه القطعه اللي هي فيها رغي دي شويه. لكن عايزه اقول لكم هما النص، تخيلوا بقى انا النص ساعه دي ماسكه التليفون على دراعي كده وواقفه يعني عماله اصور. فالموضوع مش سهل، الموضوع مش سهل. عشان كده ادعموا بقى الفيديو ده، وادعموا كمان باقي فيديوهاتي. شفتوا الدرس كان حلو قد ايه؟ وادعموا بقى باقي الفيديوهات بلايك كده، قدروا كده التعب ده. طبعا يعني فداكوا اي تعب في الدنيا. والله انا ببقى مبسوطه بس بتفاعلكم معايا، سواء في التعليقات او في اللايكات او في اللايف او في اي حاجه. انا ببقى مبسوطه جدا جدا. وكمان مبسوطه قوي يعني من بعد العيد كده بدات قنواتي يعني ايه يعني التفاعل بتاعها يكتر، الحمد لله. فعشان كده انا مبسوطه جدا منكم، وده بيديني حماس اكتر ان انزل والله. بصوا الشياكه والحلاوه، بصوا يعني دي مش حاجه حلاوه على بقلاوه. قولوا انتوا انا مستنيه انتوا ايه حكمكم. بصوا الدريس ده، انا الدريس ده لما هيشيله هقول له لا استناني بس هنا، استناني هنا لحظه كده. بص هتشوفوا بعد البلوزه دي دلوقتي هطلع الدريس تاني من جماله، هطلعه تاني. بص هنا قلت له ايه بعد ما صورت ده، بص قلت له في دريس هنا توبي وديته فين؟ وديته فين يا عم انت؟ خبيته فين؟ بصوا بقى، بص اهو قلت له هاتهولي ده انت هتكروتنا ولا ايه؟ راح جابه. بصوا الشياكه يا بنات، ايه الحلاوه دي يا ولاد؟ ايه ده شيك شياكه عمياء. ف... فبرضه انا بشكر كل اللي بيتفرج، بشكر كل اللي بيتفرج ويتفاعل، بشكر كل اللي بيشير الفيديوهات بتاعتي. علشان يا بنات زي ما قلت لكم في الفيديو كده، لازم نوصل الافكار للناس، لازم نوصل الاماكن دي لاكبر حد من الناس. ليه؟ اللي هيشتغل ويفتح باب رزق من الحاجات دي صدقوني كلنا بنؤجر عليها، كلنا. انا واللي شير الفيديو عشان حد تاني يستفيد هيؤجر هو كمان، واللي عمل لايك هيؤجر لان اللايك بيوصل الفيديو لناس كتير. فايه يعني شدوا حيلكم كده معانا علشان قناتنا تكبر ان شاء الله، ونوصل لل100,000 كده على ايديكم باذن الله. شايفين الدرس ايه الحلاوه والشقاوه دي؟ خبر ابيض على الجمال. شايفين؟ بصوا معرفش دي ميني دريس اكيد. لا روحوا المكان ده بجد وانتم مغمضين. شفتوا دي بقى سالوبيت؟ بصوا
حلوة قوي برضو. روحوا المكان ده حرفيا وانتم مغمضين، هتتبسطوا من شغلهم جدا جدا جدا، وهترجعوا تدعوا لي زي ما ناس كتير راحت وخدت وقالوا لي والله يا شيرين احنا اتبسطنا جدا. في ناس كتير بتجيلي على الواتساب، انا سايبه رقم في قسم لمحه في القناه بتاعتي، ده واتساب بس. تمام. ناس كتير بعتولي عليه قالوا لي والله يا شيرين رحنا وخدنا منه شغل حلو قوي، وحقيقي انت كلامك كله صح. تمام. واحنا في اخر الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسونيش لايك وشير للفيديو، شيروا الفيديو لاصحابكم يا بنات علشان الكل يستفيد ان شاء الله. اللي هيعمل مشروع ربنا يصلح حاله، واللي هيروح يشتري لنفسه ربنا يصلح حاله، واللي هيشتري هدية لحد ربنا يصلح حاله، ونوصل الفكرة كلنا بايدينا لبعضينا. بصوا البلوزه دي الميني دريس ده كان حلو قد ايه. نوصل الفكره لبعضينا باذن الله، ربنا يجعلنا كده سند لبعض ونوصل الافكار لبعض. الدنيا ما حدش بيعرف يعيش لوحده، الدنيا لازم يكون كلنا سند كده لبعض واسباب لبعض. بصوا يا بنات، بصوا المحل ملغم بالشغل زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. وعلى طول عندهم ناس، على طول عندهم تفاعل، وعلى طول يعني شغلهم حلو مكبوء، يعني المحل متروس بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. مش الاستندات فاضيه ولا اي حاجه. كنت معاكم شيرين كمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.